بعد حرب بيافرا عاد مجموعة من الأطباء الفرنسيين لبلدهم، وكانوا حقيقة مشغولين بسؤال مهم جدا: هل علاج الضحايا ومساعدتهم في فترة الحرب لوحده كافي؟ إذا كان الشخص اللي يقوم بالعمل الإنساني ده في نفس الوقت بيشهد على ظلم ومعاناة وانتهاكات، هل ما عنده مسؤولية إنه يقوم بتوثيق الانتهاكات دي ويشهد عليها؟ والأسئلة دي أسست لمبدأ أساسي، هو إنه دور المنظمة دي المفروض يكون إنقاذ الأرواح وأيضا قول الحقيقة. وده المبدأ العظيم اللي أسس منظمة أطباء بلا حدود في 1971، والمنظمة دي ظلت لما يقارب ربع قرن بتقدم العون والخدمات لكل الناجين من الحروب وضحايا الحروب حول العالم. والمنظمة دي اليوم بتلقى نفسها قدام يعني أسئلة أخلاقية عسيرة جدا جدا، وده التحدي اللي وضعته فيها ما حصل في شرق تشاد، وهو موضوع بيستحق تأمل طويل صراحة ومتأني. في نوفمبر 2024 كشفت وكالة أسوشيتد بريس إنه في نساء وفتيات سودانيات لجأوا لمعسكرات في شرق تشاد. النساء ديل اتعرضن للاستغلال الجنسي من قبل بعض العاملين في المجال الإنساني عبر وعود بالوظائف، المساعدات، تسهيل الوصول للخدمات. في الوقت ده فتحت منظمة أطباء بلا حدود تحقيق داخلي استمر لعدة أشهر، والتحقيق ده انتهى بتوثيق إنه 59 ادعاء بالاستغلال والإيذاء، وأدى إلى فصل 18 موظف محلي ودوري ومنعهم من العمل مستقبلا. لما نشوف الرقم 59 ده المفروض نسأل نفسنا سؤال مهم: هل كل الفتيات اللي تعرضوا للاستغلال كانوا قادرات يوصلوا صوتهم ويوثقوا الانتهاك اللي حصل لهم للإعلام؟ ما بعتقد كده. كطبيبة نفسية أنا بعرف مدى الصعوبة اللي بيواجهوها الناجين من الاستغلال ومن الإساءة في إنه يبلغوا عما حدث لهم، لأن التجربة نفسها تجربة مؤذية جدا نفسيا، تخلي الإنسان يغرق في الخجل، في العار، في الشعور بالذنب، تأنيب الضمير، الخوف من الفضيحة، في أشياء كثيرة، الخوف ذاته من فقد السند. فده بيخلي مجموعة قليلة فقط بتنجح. فما بنكون بنبالغ لما نقول 59 ادعاء، ده ممكن يكونوا ببساطة قمة جبل الجليد. والحالات اللي تم توثيقها شملت استغلال جنسي مقابل الغذاء والماء وحليب الأطفال وفرص العمل، واتضمنت حالات لفتيات قاصرات، يعني في إيذاءات واستغلال جنسي لطفلات. والمنظمة نفسها أقرت بأن الصحافة الخارجية لعبت دور أساسي في كشف هذه الانتهاكات، يعني مش آليات الرقابة والحماية الداخلية داخل المؤسسة هي اللي كشفت الانتهاكات، لكن الإعلام الواعي والشجاع هو اللي كشف الانتهاكات دي. ودي حادثة خطيرة في حد ذاتها، إنه النوع ده من الانتهاكات الكبيرة يعني يفلت من آليات الرقابة المؤسسية. ويمكن أي زول يسأل نفسه سؤال: يعني شنو بيخلي إنسان بيعمل في منظمة إنسانية يفترض إنه جاء لمساعدة الضحايا يطلب الجنس مقابل الحليب لطفل جائع، أو مقابل فرصة عمل لامرأة فقدت بيتها، أمانة، مستقبلها؟ وحقيقة السؤال ده شغل علماء النفس طويل. ألبرت باندورا هو أحد أهم علماء نفس الاجتماع، وصف آلية سماها الانفصال الأخلاقي، وبيحاول عبرها يشرح قدرة الإنسان على تعطيل ضميره بدون ما يشعر أنه إنسان سيء. لأنه طبعا المعتدي ما بيقول لنفسه أنا قاعد أستغل في امرأة جائعة، لكن بعيد كتابة القصة كلها بحيث أنه السيناريو يتحول لأنه الضحية موافقة والابتزاز علاقة، والاستغلال اللي بيحصل له زي تبادل منافع أو مساعدة متبادلة، واختلال القوة الهائل بين الطرفين، إنه في الموقع الأقوى وهذه إنسانة ضعيفة، ده بقى بيختفي، بيتحول لتفصيل غير مرئي. وبالطريقة دي
الإنسان المعتدي بيحافظ على صورة أخلاقية عن نفسه، بينما يفعل ما يناقض هذه الصورة تماما في الواقع. لكن دي الطريقة لأنه الدماغ ما بيحتمل يعني فكرتين متناقضات في نفس الوقت، يعني فكرة إنك أنت عامل إنساني، وفكرة إنك أنت عندك ضمير وعندك أخلاق، وفي نفس الوقت أنت بتستغل في امرأة بسيطة وجائعة. فعشان كده لازم الدماغ يدخل فكرة ثالثة عشان يتفك من التناقض ده. فالفكرة دي زي ما سماها باندورا هي الانفصال الأخلاقي ده. فدي محاولة لفهم إنه كيف الإنسان المعتدي بيقدم على الاعتداء. والحقيقة في عالم تاني، عالم اجتماع تاني اسمه ديفيد فينكلر، وهو قدم نموذج من أكثر النماذج تأثيرا في فهم الاعتداءات الجنسية، بنسميه النظرية المتكاملة يعني للاعتداء بيتم كيف. وبينطلق من فكرة بسيطة لكن عميقة، إنه الاعتداءات ما بتحصل لمجرد وجود دوافع، لأن الدوافع الجنسية والعدوانية هي جزء من الطبيعة البشرية، لكن ما كل الناس بيتحولوا لمعتدين، لأنه مراكز الجنس والعدوان اللي موجودة في البناء تحت قشرة الدماغ عندها أدوار فطرية غريزية طبيعية، لأنها بتستمر في التكاثر والتناسل يعني، وفي نفس الوقت حماية الإنسان لما يتعرض للاعتداء وكده. فالإنسان عشان يعتدي المفروض يعني يعبر طبقات متراكبة من الكبح، لأن جسمه نموذجه الأخلاقي ضميره الداخلي، وبعد ذلك يعبر برضو طبقات خارجية، القانون، المجتمع، نظرة الناس وكده. فالدماغ البشري ما مصمم عشان يطلق كل رغبة يشعر بها، يعني هو ما بيتابع رغباته، بل في أجزاء منه تطورت، وأجزاء العليا بالأخص عشان تنظم الدوافع الأولية الغريزية دي وتكبحها في ضوء الخبرة والتعلم والقيم والعواقب المتوقعة وكده. فالموانع الداخلية عند البشر هي الضمير، القيم الأخلاقية، الخبرة السابقة، التعلم الاجتماعي، القدرة على رؤية الآخر برضو كإنسان ما كموضوع للرغبة والسيطرة. لكن في نفس الوقت بعد الكوابح الداخلية دي في موانع خارجية، يعني الإنسان اللي ما بيرضع ضميره ولا وعيه ولا ورعه الشخصي، المجتمع بقى، القانون، الرقابة، العقاب، نظرة المجتمع، محاسبة المؤسسات، دي بقى للناس اللي ما عندهم ضمير المفروض تكون جاهزة عشان تردع النوع ده من الدوافع. والطبقة الثالثة هي طبعا مقاومة الضحية نفسها. وعشان يحصل الاعتداء لازم المعتدي يخترق الحواجز دي كلها واحد ورا الثاني. وفي القضية دي يمكن نقرأ نموذج فينكلر ده بصورة مؤسسية. فالدافع الفردي ممكن يكون موجود عند بعض الأشخاص في أي مؤسسة، لكن ما بيتحول لسلوك إلا لما تبدأ أنظمة الكبح بالتآكل، ولما تبقى البيئة بترسل رسائل ضمنية بأن الرقابة ضعيفة والتبليغ ما فعال والعقوبة غير مؤكدة. في الحالة دي بتحول السلوك تدريجيا من مجرد فكرة لنزوة لتجربة، ومن تجربة يبقى نمط، بدل اعتداء واحد سلسلة بتاعت اعتداءات متكررة من ذات الشخص. والبيئة ما بتخلق الدافع من العدم، لكن بتتيح له الطريق، لأنها بتساعد المعتدي أولاً على تجاوز نظامه الأخلاقي الخاص، وبعدين تجاوز النظام الأخلاقي للمجتمع، بعدين تجاوز القانون والرقابة المؤسسية. ولما يكتشف إنه ما تحاسب بيصبح غياب العقاب نفسه نوع من التعزيز السلوكي، وده أخطر ما تكشف الأرقام هنا. فالرقم 59 ده ما بيمثل فقط حصيلة من الادعاءات، هو مؤشر على إنه البيئة دي كانت بتسمح بتعلم درس مدمر جدا، وهو إنه أنا ممكن أعمل كده وأفلت من العقاب. والحقيقة المشكلة ما من نفسية المعتدي فقط، برضو الظروف اللي هو بيعمل فيها، لأنه مثلا هو بيقدم مساعدات لأشخاص في أوضاع هشاشة نفسية معينة. اللاجئة اللي وصلت لشرق التشاد ما كانت بتتفاوض من موقع الحرية، لأنها هي وصلت للمعسكر ده بعد حرب ونزوح وفقدان
وأشهر من الخوف، وفقدت في معظم ده ما يمنح الإنسان القدرة على الاختيار. فقدت بيتها، دخلها، شبكة دعمها، إحساسها بالمستقبل، وفي كثير جدا من الأحيان حتى إحساسها بالسيطرة على حياتها. عشان كده الكلام عن إنه وافقت وما وافقت بيبقى كلام فارغ في ظل الظروف دي، وبيتحول لفكرة مضللة، لأن الموافقة هي ما كلمة تتقال باللسان. الموافقة الحقيقية بتحتاج قدرة حقيقية على الرفض. فإذا كان رفض العرض ده بيعني الجوع، بيعني فقدان الدواء، بيعني حرمان طفل من الحليب، فاللي بيظهر لنا اختيار من الخارج هو ما اختيار في الحقيقة. وعشان كده كثير جدا من المختصين بينتقدوا مصطلح الجنس من أجل البقاء، لأنه الحقيقة المشكلة ليست في الجنس، المشكلة في البقاء نفسه. فالمسألة دي ما فيها تبادل بين طرفين متساويين، هي تفاوض قسري بين من يملك الموارد ومن يحتاج هذه الموارد لكي يعيش. والبعد النفسي صراحة الأكثر إيلاما في هذه القصة هو ما يسميه علماء الصدمة الخيانة المؤسسية، لأنه في فرق بين إنه يؤذيك عدو ولا يؤذيك الشخص اللي أنت لجأت له لطلب الحماية. الحرب بتقول للإنسان إنه العالم مكان خطر، لكن الخيانة المؤسسية بتقول له حتى الأماكن اللي بيفترض إنها تحميك هي ذاتها ما آمنة. وده بيخلي الأثر النفسي عميق، ومش بيكثر الثقة في شخص واحد، بيكثر الثقة في فكرة الحماية نفسها. وأنا كطبيبة نفسية شفت ده كثير في عملي مع الناجين من الصدمات النفسية والإساءة. فالإنسان بيستطيع أحيانا إنه يفهم قسوة العدو، لأنه عدو ما مطالب إنه يحبني ولا يحين علي، لكن بيلقى صعوبة كبيرة جدا في إنه يفهم ليه خانوا من كان يفترض إنه يحميه. ولما تتكرر التجربة دي بيبدأ الحاجة اللي وصفها مارتن سليغمان وسماها العجز المتعلم، الأكوايرد هيلبلسنس. بقى الفكرة دي بتبدأ تتسلل إلى داخل الإنسان. الضحية ما بتتوقف عن الشكوى عشان هي راضية، ولا بتسكت لأنها هي ما شايفة الظلم، لكن هي بتسكت لأنها اتعلمت من خلال التجربة إنه صوتها ده ما في زول بيسمعه. ولهذا فإن السؤال اللي بيطرحه بعض الناس عن إنه ليه ما تكلمت، ليه ما اشتكت، ده سؤال يعني ما عارف الحالة النفسية اللي بتكون فيها الضحية، وبيكشف صراحة عن سوء فهم لطبيعة الصدمة النفسية نفسها. واللي أكثر إثارة للقلق من الانتهاكات ذاته هو الحاجة اللي بتكشف الانتهاكات دي عن المؤسسة. لما يبقى الصحفي أو المجتمع المحلي أكثر قدرة على اكتشاف الانتهاكات من أنظمة الحماية الرسمية، فالمشكلة إذن ما مشكلة أفراد، المشكلة مشكلة بنية، المشكلة مشكلة السلطة. في سبعينيات القرن الماضي يمكن الناس كثيرة شافت الفيلم ده بتاع ستانفورد بريزون أو سجن ستانفورد. أظهرت تجارب علم النفس الاجتماعي إنه البشر ما بيحتاجوا بالضرورة لإنه يكونوا أشرار عشان يسيئوا استخدام السلطة، وكثير ما يكفي إنك بس تضع السلطة في مكان ما فيه رقابة، والباقي بتتكفل به البنية نفسها. وللأسف الشديد هنا تكمن مفارقة كبرى للعمل الإنساني، فكلما ازدادت هشاشة السكان المتضررين بتزيد سلطة العامل في العمل الإنساني عليهم، وكل ما زادت السلطة دي برضو بتزيد الحاجة لتقييدها. لكن كثير من الأنظمة الإنسانية اتبنت تاريخيا على افتراض حسن النية، لأنه يعني ماشيين نعمل عمل إنساني واللي بيجي يمشي معانا كله المفترض يكون ماشي يعمل عمل إنساني. دي الطريقة اللي تصممت بها المنظمات دي، وما اتبنت على افتراض إنه ده ماشي معانا في العمل الإنساني عشان هو عايز يسيء استخدام السلطة. والحقيقة ده خطأ تصميمي قبل ما يكون خطأ أخلاقي، لأنه أصلا إحنا لما نتكلم عن الديمقراطية وأهمية الديمقراطيات، فالديمقراطيات قيمتها ودورها في إنها تنشئ مؤسسات الرقابة، مش لأنها بتشك في كل مسؤول، ما كل الناس سيئة، لكن هي عارفة إنه السلطة غير المقيدة مفسدة حتى لأصحاب النيات الحسنة. والعمل الإنساني ما استثناء من القاعدة دي،
لأنه ما في إنسان من الورع والكمال بمكان بحيث أنه يؤتمن على حريات الآخرين. وعشان كده فإنه ما تحتاجه أطباء بلا حدود اليوم مش فقط محاسبة من ارتكبوا هذه الانتهاكات ولا فصلهم ولا إيقافهم من العمل في أي مكان. المحاسبة ضرورية بالطبع، لازم يدفعوا ثمن الانتهاكات اللي قاموا بها، لكن ده ما كافي. لأنه السؤال الأصعب هنا إنه كيف المنظمة دي أنتجت أصلا بيئة سمحت بحدوث الحاجة دي؟ كيف أصبح العامل الميداني بيملك الدرجة دي من السلطة على حياة المستفيدين؟ كيف فشلت أنظمة الإنذار المبكر؟ وكيف اضطرت الصحافة الخارجية أنها تلعب الدور المبلغ الأساسي؟ وكيف ممكن نعيد تصميم النظام بحيث أنه يصبح اكتشاف الانتهاكات دي جزء من عمل المؤسسة نفسها، ما مهمة الصحفيين والمجتمعات المحلية؟ لأنه دي القيم الأساسية اللي قامت عليها المنظمة. قامت ما عشان تقدم الدعم بس، قامت على مبدأ أساسي أنها توثق الانتهاكات أيضا، فما بالك بالانتهاكات اللي بتقوم بها هي نفسها. الشجاعة الحقيقية بتحتاجها أطباء بلا حدود اليوم حقيقة ما في الاعتراف بأنه في انتهاكات وقعت، لكن في أنها تمشي خطوة أبعد من كده في مساءلة البنية نفسها اللي سمحت بوقوعها. فالحرب ما خلقت الضحايا بس، لكن خلقت برضو علاقة اعتماد مطلق جعلت الاستغلال ممكن. واستعادة ثقة اللاجئات السودانيات ما بتبدأ من الاعتذار عن السلطة، لكن بتبدأ من إعادة هندستها من سلطة تمنح وتمنع لنظام يحمي ويحاسب ويراقب نفسه. ففي النهاية النساء دي ما هربت من الحرب بحثا عن الطعام فقط، النساء ديل هربنا بحثا عن الأمان أيضا. وما في فشل أخلاقي أكبر من إنه في امرأة نجت من الحرب وأجبرت على أن تخاف من المكان نفسه اللي لجأت له لطلب الحماية. الرسالة دي لمنظمة أطباء بلا حدود مع خالص التقدير.